برج الحوت المائي. برج الحوت الشمس موجودة في بيتك الرابع. بقول لك احذر، خلي بالك بقى، انت في زاوية فلكية، ممكن يبقى فيه مشاكل عائلية، مشاكل مع شريك الحياة، ممكن يبقى فيه شوية مشاكل على مستوى العمل. لكن كل الكلام ده من يوم 10 من يوم 20/5 ابتدى معاك بالفعل. فاللي احنا ابتديناه من 20/5 ان شاء الله باذن الله ينتهي. امتى بقى؟ بانتقال المشتري يوم 8 ان شاء الله، بينتقل من برج الجوزاء رايح لبرج السرطان المائي زيك، يبتدي يديلك دعم ويديلك قوه ويديلك انفراجه بجد يا برج الحوت، هتفرح بيها جدا ان شاء الله من اول يوم 21 او من يوم 20/6 هتبتدي تتلقى دعم، هدايا، هدايا كونيه زي ما بقول لك كده، راحه نفسيه. يمكن يكون في طفل كمان الفترة اللي جاية، يعني تسمع عن خبر حمل، تسمع عن خبر ان في طفل خلاص هيبقى على وشك الولادة ان شاء الله بإذن الله. لكن عندك حاجة حلوة وعندك هدية حلوة قدرية وكونية جاية لك ان شاء الله من يوم 20/6، خصوصا بانتقال المشتري الى برج السرطان والشمس كمان الى برج السرطان. يبقى كل حاجة في بيتك الخامس ده بيدي لك دعم قوي جدا، بيدي لك حاجة حلوة قوي 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 هتحصل عليها وهتخليك في منتهى السعادة يا برج الحوت. كل الكلام ده بتكلم عنه من يوم 21. عندنا المريخ كمان اخيرا هيتحرك من بيتك السادس اللي هو كان عامل تسديس فلكي وهيروح لبرج العذراء، فبيهدي شويه اللعب معاك، بيخلي الدنيا اهدى كتير جدا جدا عندك. ده كله طبعا من يوم 17. فعشان كده بقول لك انت من يوم 20، يعني زي ما بنقول لك كده، اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص. هو ده فعلا اللي انت فيه. برج الحوت انفراجه فعليا من يوم 20 او 21/6 ان شاء الله باذن الله. وعندك تحقيق الامنيه، وعندك مكاسب ماديه، وعندك سفر يا برج الحوت، وعندك ارتباط جديد يا برج الحوت. ويمكن الناس المرتبطه يبقى عندها اكثر رومانسيه، او فتره حلوه ان انتوا يبقى فيه اطفال، او يبقى فيه ولاده في الفتره دي، في حمل، في حاجه هتحصل. في كمان عندكم فتره حلوه للنجاحات المدرسيه او نجاحات الدراسه، وعندكم فتره حلوه برضو للنجاح في كل احوالكم ان شاء الله باذن الله. برج الحوت انا بحذرك بس الفتره دي لغايه يوم 21. طبعا انت من يوم 8 ممكن نسمع عن احداث عالميه قويه تبتدي تحصل، ممكن نسمع عن حوادث غرق، ممكن نسمع عن فيضانات، ممكن نسمع عن تسونامي، ممكن نسمع عن حاجه ليها علاقه بالميه، في طائرات ممكن تسقط، ممكن حاجات زي كده، حاجات ليها برضو علاقه بالهواء. انا مش عارفه، ممكن يبقى في برضو فتره انتشار وباء، انتشار مرض، انتشار حاجه. لكن الفتره دي فتره وجيزه جدا جدا، هي بس فتره انتقال المشتري، ودي ملهاش اي علاقه بيك يا برج الحوت، دي احداث عالميه على الناس كلها. لكن انت يا برج الحوت الحاجه اللي تخصك فعليا ان انت تبتدي من دلوقتي تحضر نفسك للاحداث السعيده اللي انت هتبتدي تحصل في حياتك من يوم 21/6. فاي حاجه سيئه تحصل الفتره اللي احنا فيها دي عديها، وافتكر انه الجاي كله حلو ان شاء الله باذن الله، لان المشتري قاعد في السرطان الداعم جدا جدا ليك سنه كامله. فانت عندك فرصه رائعه جدا 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 من تحقيق الامنيات ومن السعاده ومن الفرحه. برج الحوت انا بس هحذرك من حاجه واحده، ان ممكن جدا يحصل عطله في السياره بتاعتك، في عربيتك يعني، او ممكن يحصل حادث بسيط جدا جدا، خبطه بسيطه كده، تريحه كده على العربيه، خلوا بالكم منها. حاجه في وسائل المواصلات بالنسبه لكم يا برج الحوت، هي دي الحاجه اللي ممكن احذر منها. برج الحوت اتمنى لكم السعاده، اتمنى ان انتوا تحاولوا ان انتوا تكونوا اكثر تركيزا في شغلكم زي ما انتوا طول عمركم معودينا. برج الحوت من الناس الناجحه جدا جدا عمليا، حاولوا تركزوا فيه اكتر الفتره دي. وكان معاكم سيرة فودة، خبيره الفلك والطاقه والتروت. سلام.